أجرى حوار مع كائن فضائي وإنه الإسلام ظهر على كوكب المريخ قبل أن تقوم القيامة على هذا الكوكب اللي هو كوكب المريخ، وعنده بعض المفاجآت وبعض الكلام عن وكالة ناسا للفضاء. المريخ أساسا يطلق عليه الكوكب الأرضي، يطلق عليه كوكب أرضي إبسس بلانس، لأنه أكتر كوكب مشابه للأرض. بالظبط كده، لان اساسا المريخ، المفاجاه بقى، المريخ والزهره والارض تحديدا كانوا كوكب واحد، اصطدموا في منذ ملايين السنين بكوكب اسمه تيماوس. تيماوس ده كان احد اقمار كوكب نيبيرو اللي هو الكوكب الحادي عشر اللي متواجد عليه الانوناكي اللي هم شبيه البشر واللي متواجدين قبل البشر. هي بقى دي المفاجاه ان هم دول القادمون، ولنا اجريت حوار مع احد العلماء منهم، لان هم يطلق عليهم علماء متقدمين عنا بملايين السنين، يطلق عليهم صنف طيب. الوشرز. طب معلش خلينا واحده واحده، حضرتك بتقول لي انه حضرتك اجريت حوار مع واحد منهم. تمام. مع واحد من مين؟ واحد من العلماء دول، من الواتشرز، السبيشيز او الاصناف اللي ماليين المجرات والكواكب الشمسيه كتير قوي. احدى الاصناف هي الواتشرز اللي موجودين على بلانيت اسمه اوتو، AUUTU. هذه هي الحقيقه. هل كلموا حضرتك عن الاخوان؟ عن الاخوان المسلمين؟ لا، هم اشاروا من بعيد ان في قوه شر عامه وفي ناس بتساعدهم. فطبعا مفهومه يعني مين اللي بيساعدهم، يعني سواء الماسونيه، سواء الصهيونيه العالميه، سواء الشيوعيه، سواء كل دون مدحوج بيه على الناس احدى اذرع قوى الشر او الانفلينس للسيطره على البشر. ادوا لحضرتك تقريبا مهله قد ايه وهينزلوا يبتدوا ينتشروا على الارض؟ هم بالظبط نازلين خلال سنتين ثلاثه، بس لازم الانسان يعي الى نفسه. ده دليل ان في اجناس سبقتنا بملايين وليس الاف السنين، وانها ضحكت علينا بوهم للاسف. اصطناع الاديان واصطناع الشخصيات مؤامره لترويض الانسان عشان يضحكوا عليه ويمتصوا الخيرات. دي الخلاصه بتاعتهم. طب وبعد ما الكائنات دي تنزل، عشان عايزه اطمن، بعد ما الكائنات دي تنزل تعاوننا في محاربه الشر، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ايه؟ كده يبقى تمهيدا للدخول للعالم السادس. ما قالوش لحضرتك هم بيتكلموا على قوى الشر متمثله في ياجوج وماجوج، لكن ما اتكلموش على قوى الشر اللي موجوده بيمشوا على رجليهم معانا في الارض، مثلا زي الجماعات الارهابيه او كده؟ من ضمن مسائل انا قلت لحضرتك قبل كده ان من ضمن قوى الشر ان هم البشر الزواحف المتحولون، في متحولون او الريبتيليانز اللي الناس مفكراهم اللي هم العفاريت والشياطين. لا ابدا، هم مش شياطين وعفاريت، هم كائنات ارض رابع سفلي، شايفينهم مش شايفينهم، اذكياء ودمهم بارد، لكنهم ليسوا متقدمين بعكس الواتشرز. من ضمنهم اللي هم الناس اللي بتحكم العالم، وفي ناس لا ثانيه واحده عشان بقى هتلخبط. هو حضرتك تقصد انه في بعض الزواحف المتحوله اللي هي منها رؤساء بعض الدول، حضرتك قلت لي منهم مثلا بوتين، يعني بوتين دول بشر متحولون، بشر وزواحف يعني في زواحف بيور او انقياء، وفي بشر متحولون نص نص، وفي بشر طبعا خالص اللي هو بيقظ لهم. مثال هيلاري كلينتون بشر متحوله، وفي ناس شافتها بتتحول.